السلام عليكم. اخر شهر مايو نادي الزمالك طلع اخبار عن طريق اللجنه الفنيه، بيقول ان الزمالك هيتعاقد مع من اول الشهر اللي هو 1 يونيو مع مدير رياضي يدير بقى النادي، يبقى هو المسؤول عن الصفقات، هو المسؤول عن اي اخبار طالعه عن النادي، عن الفريق الاول، هو المسؤول عن كل حاجه في الزمالك. حلو يا عم الحاج. جه 1 يونيو، فين يا معلم المدير الرياضي؟ ما جاش المدير الرياضي لسه. كل يوم يطلع اخبار الزمالك بيستعد للاعلان عن صفقه المدير الرياضي. ماشي يا معلم. سرب اخبار ان المدير الرياضي ده هو جون ادوارد. ماشي يا معلم. كل يوم الزمالك يستعد للاعلان عن صفقه جون ادوارد. ماشي يا معلم، كتر الف خيرك والله ان انت عمال تستعد. انجز. جينا يوم 20، الزمالك اعلن عن المدير الرياضي جون ادوارد. كتر الف خيركم، معلش اتاخرنا عليكم 20 يوم، مش حوار يعني، ما تمسكوش في الكلمه، مش قلنا يوم واحد يبقى يوم، من يوم 20 ما فرقتش كتير. كتر الف خيركم. مين بقى جون ادوارد؟ مين بقى جون ادوارد المدير الرياضي نادي الزمالك؟ السيره الذاتيه بتاعته عباره عن 5 حاجات. ايه هم ال5 حاجات؟ انا اقولهم لك. اول حاجه، كان مدير رياضي لنادي بيراميدز، مشوه، مسك مدير رياضي في نادي فاركو في الدرجه الثانيه، صعد بيهم للممتاز. كتر الف خيرك والله، واستمر معاهم لحد دلوقتي. الكلام ده بقاله سنتين ثلاثه. كتر الف خيرك. كان وكيل علي معلول، يعني هو اصلا كان وكيل لاعبين في الاساس، ما كانش مدير رياضي. يا عم ماشي، حاجات زي الفل. ايه بقى الحاجات التانيه؟ صاحب صاحبه، بر بوالديه. عمل ايه جون ادوارد؟ يا معلم انت ادمنت الفشل، انت مجلس اداره ادمنت الفشل. يعني هو ايه المسيره الذاتيه، ايه السيره الذاتيه لجون ادوارد عشان تجيبه نادي الزمالك؟ نادي بحجم نادي الزمالك بيتضرب بكل عشوائيه. اقسم بالله بيتضرب بكل عشوائيه. الزمالك قبل كده جاب احمد سالم متحدث رسمي نادي الزمالك، وقال لك يا جماعه بعد كده مفيش اخبار تطلع عن طريق الا عن طريق احمد سالم. اي حد يسمع اي خبر الا عن طريق احمد سالم ما يصدقوش. ده متحدث رسمي باسم نادي الزمالك. في نفس اليوم بالليل كابتن احمد سليمان طلع مع مهيب، سرب اخبار عن النادي. في نفس اليوم بالليل. بقول لك يا كابتن حسين لبيب، بقول لك على حاجه. هو مش انت اللي كنت ماسك المايك برضه لما كنت لابس القميص الابيض؟ شوف انا فاكر اهو. وقلت ما تحاسبونيش بعد سنه ولا اتنين، ما تدونيش فرصه 6 شهور، حاسبوني من اول يوم امسك فيه، بس بشرط. ايه هو الشرط يا عم حسين؟ ايه هو الشرط؟ الله يكرمك قول لي، عايزين نطلع من اللي احنا فيه. انجح بالقائمه بتاعتي كامله. نادي الزمالك بادارته، بلاعيبته، بجماهيره، كله دعمك. صفحات الزمالك كلها كانت شغاله ليل ونهار على قد ان هي تدعم القائمه بتاعتك كلها. واحنا جايين نغير السيره الذاتيه، واحنا جايين نغير الصوره الذهنيه، واحنا جايين نحط بتنجان في مهلبيه. ما عملتش اي حاجه. انت ما بتعملش حاجه، انتوا بتتكلموا بس. وكل ما واحد فيكم يطلع والله يا جماعه احنا في عمل تطوعي، احنا ما بناخدش منه فلوس. يا معلم انت يا كابتن حسين لبيب، مين كان يعرفك قبل نادي الزمالك؟ انت كنت مين يعرفك قبل ما تيجي نادي الزمالك؟ على فكره كابتن حسين لبيب هو معاه براند ابل في مصر، يعني هو الوكيل الحصري لشركه ابل في مصر. باشا انت من اغنى الناس، محدش كان يعرفك. لو مشيت في الشارع محدش كان يعرفك. اللي يعرفوك الناس الموظفين عندك في الشركه، او الموظفين اللي بياخدوا منك شغل، او عيالك في البيت، اهلك وقرايبك، والناس بقى جيرانك بتاع البلد. لكن انت مين كان يعرفك قبل ما تمسك نادي الزمالك؟ محدش. كابتن احمد سليمان ده مصلحجي 100%. اقسم بالله مصلحجي 100%. والباقي ملوش لازمه، سواء بقى هشام مصر الهلال الاحمر، ما عادش لازمه. انتوا بتتكلموا بس، ويا ريتكم بتعرفوا تتكلموا. يا مدام لميس ما تخلينيش احطها في دماغي واجيب لاعب من النادي الاهلي، واثنين من النادي الاهلي، وثلاثه من النادي الاهلي. يا عم اسكت الله يكرمك، يا عم اسكت الله يكرمك، ما تقرفوناش. يا عم ما قلتلكش ما تعملش، وما قلتلكش ما تقولش. هتقول يبقى اعمل، مش هتعمل ما تقولش. ما تخلي احنا بقينا ضحوكه اقسم بالله. احنا مش عارفين نلاقيها منين ولا منين. يا اما عندنا رئيس نادي عربجي جعجاع، يا عندنا رئيس نادي ملوش اي 30 لازمه، لا بيقول ولا بيعمل، ولو قال بيضحك الناس علينا. مفيش حاجه في الزمالك تسر حبيب، هي بتسر عدو بس. احنا نفسنا بما يرضي الله نفرح شويه. انا نفسي النادي بتاعي يكون احسن نادي في العالم. انا نفسي اكون موجود مكان الاهلي دلوقتي بلعب في كاس العالم للانديه. اخسر بقى اكسب مش فارقه. باشا انا في ليفل عالي. باشا النادي الاهلي في اخر 5 سنين واخد 4 ابطال افريقيا. ارحمونا لوجه الله، ارحمونا لوجه الله. انا بقالي 23 سنه ما خدتش ابطال افريقيا، وبقالي 3 سنين بروح كونفدراليه. نادي الزمالك بقاله 3 سنين بيروح الكونفدراليه.
حرام عليكم، اقسم بالله حرام عليكم يا جماعه. ده الفيسبوك نزل، تويتر نزل، انستجرام نزل، في ناس ماتت، في ناس عاشت، في ناس اتولدت واتجوزت وخلفت والزمالك ما خدش دوري ابطال افريقيا. حرام عليكم والله. طب يا عم انا ما باخدهوش بس بشارك فيه، اوصل في الاخر ان انا نادي الزمالك بقالي 3 سنين بشارك في كونفدراليه. ايه يا عم ده؟ ايه الاداره دي؟ ايه الاداره دي؟ هي حرفيا الاداره دي من اسوأ الادارات اللي الواحد شافها، من اسوأ الادارات اللي الواحد شافها. وما تجيش بقى تقول لي انا كان عندي، انا السنه جايه على ارض محروقه وجا عليا ديون وفي ايقافات قيد. باشا ماليش دعوه، انت قلت لي ما تحاسبنيش بعد سنه، حاسبني من اول يوم، انا ماليش دعوه، ما يخصنيش انا الكلام ده كله. كنت تعالى من الاول يا جماعه، الناس اللي هتنتخبنا هناخد فرصه سنه او اتنين او تلاته او اول دوره، هنحل المشاكل القديمه عشان نبدا نعمل اصلاحات جديده، عشان نبدا نبني من اول وجديد، عشان نعمل الارض المحروقه نبدا نزرعها ونكب فيها ميه، والميه تطلع نرمي فيها بذره، والبذره تطلع شجره. كنت تقول لي الكلام ده كله. انا انتخبك ما انتخبكش، هدعمك ما هدعمكش، حاجه ترجع لي. انما انت من اول يوم، من اول يوم يا جماعه ما حدش يديني فرصه، حاسبني من اول يوم. طب يا عم انا ما حسبتكش من اول يوم، انت داخل في السنه الثالثه، عملت ايه؟ واحنا جايين نغير الصوره الذهنيه؟ يعني ايه مدرب يتغير بعد ماتش واثنين وثلاثه والسنه يبقى فيها 3 4 5 مدربين؟ يا معلم ما انت بتعمل كده، انت بتعمل كده دلوقتي. لو ما حدش بيقول لك يعني، لو ما حدش بيخليك تاخد بالك، انت بتعمل نفس الكلام ده دلوقتي. بتغير مدرب واثنين وثلاثه واربعه في السنه. يا معلم انت خليت الكابتن ايمن رمادي مع احترامي الكامل ليه ولشخصه يطلع فيه يقول لك انا مش مستنيك، انا مش مستني رايك، مش مستني قرارك سواء انا اقعد ولا امشي. معلش مين الكابتن ايمن رمادي عشان يقول كده على حجم نادي الزمالك، على فريق بحجم نادي الزمالك؟ كابتن ايمن رمادي او غيره او انا او غيري كنا نتمنى نمشي بس قدام سور نادي الزمالك. انا نفسي اخش نادي الزمالك. انت خليته يطلع يقول لك انا مش مستنيك ومش مستني قرارك ببقائي او ان انا امشي، ان انا اقعد او امشي. انا كده كده عندي عروض وبدرسها. يا جماعه يا جماعه اتقوا الله في نادي الزمالك، اتقوا الله في نادي الزمالك، والله العظيم حرام. هي نادي الزمالك هي واجهه كبيره للبراندات بتاعتكم، للدعايه بتاعتكم، لاونيرو والابل ولاحمد سليمان ولهشام عباس والممدوح عيد وحسن مرسي وحماده هلال وعمرو دياب يا جماعه اي حد بيخش نادي الزمالك هو واجهه واسمه بيعلى واسمه بتعلى واسهم شركاته بتعلى. بمجرد ذكر ان هو ده مثلا ده هاني بيرزي صاحب شركه اونيرو بس، من غير ما تعمل اي دعايه، من غير ما تصرف اي فلوس، اسهم شركتك بتعلى. يا معلم ده نادي الزمالك جماهيره كانت بتشتري مولته عشان انت تجدد اللعيبه. وبعدين احنا كل يوم بننزل اكتر، كل يوم بنسوق اكتر. رايح تجيب لي مدير رياضي كان مدير رياضي لفريق في الدرجه الثانيه، واكبر انجاز عمله ان هو صعد معاهم للدوري الممتاز. راح تجيب لي مدير رياضي كان وكيل لاعبين لحد من 3 4 5 سنين فاتوا، كان وكيل لاعبين، هو ده اقصى حاجه عنده، اقصى حاجه عملها. وبعدين طيب يا عم حلو، يا عم احنا راضيين والله، احنا كتر الف خير الدنيا يا عم، احنا راضيين بالمدير الرياضي وراضيين مش جون ادوارد، احنا راضيين بحماده السباك لو جبتوه. سيبوا له بقى، ادوا له اصطلاحات كامله بقى زي ما انتوا قلتوا. احنا مديله صلاحيات ان هو اللي هيبقى المتحدث الرسمي للنادي، او اي اخبار تطلع من النادي هتبقى عن طريقه. احنا مديله صلاحيات كامله لاداره فريق الكوره، احنا مديله صلاحيات كامله للنشاط الرياضي في النادي، احنا مديله صلاحيات كامله لاداره قطاع الناشئين. ادوا له بقى صلاحيات كامله بقى، ادوا له صلاحيات كامله بقى، بالله عليكم سيبوه. ادوا له صلاحيات كامله لوجه الله. يا عم نجح، يا عم يا لهوي هنقف له نضرب له تعظيم سلام، وهنضرب لكم انتوا كمان تعظيم سلام، لان احنا اكيد عايزين ننجح، اكيد عايز اشوف النادي بتاعي حلو. ما نجحش يا عم قشطه، ايه ايه الجديد يعني؟ ما احنا على طول بنفشل. ما انت جايب لي مدير ما حدش يعرفه. انا بقول لك هو بر بوالديه وصاحب صاحبه جدع، تلاقيه معاك في الفرح قبل الموتى. اديله بقى الصلاحيات بتاعته كامله وسيبه، سيبه لوجه الله هو اللي يدير، يمكن يطلع حلو، يا رب يطلع حلو. انا اتمنى وهبقى مبسوط لو هو طلع حلو. سيبه يدير يا معلم، اديله الصلاحيات كامله يا معلم. ما يبقاش زي المتحدث الرسمي، المتحدث الرسمي هو اللي هيقول اي كلمه في النادي، هو اللي هيطلع عن طريق الاخبار، وبعد نص ساعه نلاقي حد تاني بيتكلم، والهاني بيرز طالع بيعمل مداخله، ونير الاحمر طلع قناه النادي الزمالك بتعمل مداخله.
يا معلم مش كده، مش كده، احنا بقينا يضحوك اقسم بالله. الايام اللي جايه صعبه على نادي الزمالك. يا معلم انت ما بقاش من نفسك الاهلي بس، انت بقى عندك الاهلي وبيراميدز والمصري والبنك الاهلي وسيراميكا. الفرق دي كلها عندها لعيبه احسن منك. الفرق دي كلها حرفيا بقى عندها لعيبه احسن منك. الفرق دي كلها تلعب كوره احسن منك. الفرق دي كلها عندها استقرار مادي احسن منك. يا معلم الاول النادي الفريق اللعيب كان بيروح للنادي الاهلي عشان الفلوس، ولو ما راحش النادي الاهلي بيروح الزمالك بعديه عشان الفلوس. دلوقتي انت لو على الفلوس انا هاجي لك ليه؟ ما بقاش الاهلي بس اللي بيدفع ولا بيراميدز بس اللي بيدفع. بقى عندك البنك الاهلي بيدفع اكتر منك، بقى عندك المصري بيدفع اكتر منك، بقى عندك سيراميكا بيدفع اكتر منك. والناس دي بتاخد فلوسها في وقتها. الناس دي بتاخد فلوسها في وقتها. هتقول لي بس انا جاي على غرامات وجاي وجاي. يا معلم انت جايب مش لاك سما المصري بتاع بولندا، انت جايب ياسر حمد، جايب مهاب ياسر، جايب احمد عاطف ولا محمد عاطف. انت جايب لعيبه ما حدش يعرفها، ما حدش يعرفها. رحت جبت 7 8 لعيبه افارقه تحت السن وبعد كده مشيتهم بعد سنه. ما ده كله يا معلم فلوس بتتهدر، دي كلها قواضي بترفع علينا. يا معلم انت اللي جددت للجزيري وكان فاضل في عقده شهرين ويخلص، ودلوقتي مش عارف تمشيه وبيقول لك لا انا هكمل. ما هو مين اللي هيديله الفلوس دي؟ مين هيدي واحد زي الجزيري الفلوس دي؟ يا معلم انت اللي بتقول هجدد لمصطفى شلبي بعد السنه ما تخلص وهحسن له عقده. مصطفى شلبي فاضل في عقده سنه، عايز تقيمه خلال السنه دي وتحسن له عقده وتجدد له؟ يا نهار ابيض عليه ولا سنيني. بقى الاهلي هناك عنده تريزيجيه والدكه بتاعه بن شرقي، وانا بتجدد لي مصطفى شلبي؟ يا عم حرام عليكم اقسم بالله العظيم، انتوا كرهتونا في الكوره، كرهتونا في الكوره حرفيا. انا النادي بتاعي بقى كل يوم والتاني تحت 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 تحت، عمال ينزل. في فرق ملهاش لازمه طلعت عليك، في فرق ملهاش لازمه بقت اعلى منك. يعني ايه انا ثالث سنه على التوالي اشارك في الكونفدراليه؟ انتوا مجانين. ثالث سنه على التوالي اشارك في الكونفدراليه؟ ما بروحش اقرا الطلبه فكره بقى 3 سنين، ما اعرفش النظام هناك بقى عامل ازاي. وغريبي بيلعب في كاس العالم للانديه السنه السابعه على التوالي ولا الثامنه على التوالي، ولحد 2029 يفضل يروح كاس العالم للانديه. وبيراميدز بقى رايح كاس العالم للانديه 2029 ضمانها، ورايح انتر كونتيننتال السنه الجايه. يا معلم في ايه؟ يا جدعان مش كده. اتقوا الله في نادي الزمالك، لان والله العظيم عنده جماهير بالملايين. ناس بتبقى فرحانه لما هو يكسب ويبقى حلو، ناس بتزعل لما هو يبقى وحش، ناس بيتقهر لما هو يبقى وحش. يا معلم نادي الزمالك هو كفيل يغير مودنا، كفيل يغير المود بتاعي من حلو لوحش. وبعدين طيب، هي كل اخبار نادي الزمالك مشاكل 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 بس. السلام عليكم.